الخير اصدقائنا اصدقاء محامي الشارع، يا رب تكونوا بخير دايما. شوف قد ايه الفيديو اللي جاي ده الشخص فيه كان متعلم ومعلم في نفس الوقت، كان مستقبله هيبقى كويس في يوم من الايام، بس بسبب القمار الدنيا معاه اتغيرت. هنسمع مع بعض الفيديو بعد كده نشوف. بس قبل ما نسمع مع بعض الفيديو هنعرف القمار في القانون المصري، وده اللي اقرته الماده 352 من قانون العقوبات. وكل من اعد مكانا لالعاب القمار وهيئه لدخول الناس يعاقب بالحبس هو وصيارفة المحل التي لا تجاوز 1000 جنيه، ويتم ضبط جميع الأدوات والألعاب المذكورة. أما عن القمار الإلكتروني ده لم يجرمه القانون المصري ولم يوضع له مادة رادعة في قانون العقوبات. امتثالا بقوله تعالى فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وإن لم يكن حاضرا فلا يلام فيه فهو حقهم أدزل منه في القول. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا محمد، انت اللغه بتاعتك جميله قوي. عايز تتكلم؟ اسمع لك يا ابني، علي صوتك بس. ها؟ مع احترامي الأستاذ بس عايز أتكلم بس. يعني مع احترامك الاستاذ ايه؟ بس عايز أتكلم عن نفسي. اتكلم، انا هسمع لك اتكلم يا حبيبي اتكلم. اتفضل اسمع لك، بس علي لي صوتك عشان اسمعك يا محمد. حياتي انقسمت لثلاث مراحل. ها؟ حياتي انقسمت لثلاث مراحل. ما انا عايز اسمع بس الصوت. حياتك انقسمت الى 3 مراحل. أوسطها هي أسوأ. مرحلة ما قبل الجريمة، مرحلة الجريمة، مرحلة ما بعد الجريمة. مرحلة ما قبل الجريمة يعلم بها الله، ثم بعض الحاضرين من أهل بلدتي أني ما كنت يوما عدوانيا أو مكبرا. يعني في البلد كده أنا ماشي في حالي، من بيتي لشغلي ومن شغلي لبيتي. يعني بحب الخير لكل الناس، حتى في شغلي اللي ما كانش بيقدر إن هو يدفع فلوس مثلا للناس أو كده كان بيكون معي منه. ولا كنت محب للمال ولا اي حاجه، بس طبعا ما اقصدش الكلام ان انا شخص مثالي لان مفيش حد فينا فرق العيون عشان موضوع المضاربات بتاع النت ده. كل ابن ادم خطاء وخير الخطاء من قوامين. انا يمكن غلطتي ان انا كنت جيد على يا استاذ ما ينفعش كده. انا بتكلم على يمكن يعتبر العيب اللي كان فيا ان انا الفتره الاخيره دي عمرو بيه بس الناس اللي واقفه في الطرقه ديت يعني ازاي؟ ولا لا الاستاذ ده حضرتك ظابط؟ ظابط. طيب ماشي اتفضل. كنت الفتره الاخيره دي يعتبر بعيد عن ربنا شويه في الصلاه والقران. علي لي صوتك بس يا محمد عشان اسمعك. الفتره الاخيره دي يعتبر بس كنت بعيد عن ربنا شويه من ناحيه الصلاه ومن ناحيه قراءه القران. ده هدف سهل للشيطان ان هو يسيطر عليا، وده اللي حصل بالفعل. يعني سلمت بمعنى اصح، سلمت للشيطان، وساعة صبر الشيطان أعمال عن كل الطرق اللي انتصر عليك الشيطان يعني. أعمال عن كل الطرق اللي أنا ممكن أسد بها الدين اللي عليا ده إلا طريق واحد، وهو نتيجة اللعبة اللي أنت كنت بتلعبها على النت دي. بس في الحالة ديت يعني أنا بالنسبة لي المرحوم ربنا يرحمه، أنا والله ربنا يعلم كان يعتبر أحب الناس ليا من الطلاب اللي موجودين. كان لك علاقة بيه كويسة يا محمد؟ كويسة جدا. كانت علاقتك به كويسة يعني؟ وجدت فيه من حسن خلق وحب للعلم والالتزام، ما كنتش شايف أي حاجة وحشة. وأنت كان الكل بيشكر فيك فعلا، كانوا كلهم بيشكروا فيك برضه. أنا كنت في حالي ماليش في أي حاجة غلط، ولا حتى أصحابي نفسهم من الناس المشتركة، ولا ليا في سهر ولا ليا في أي طعام مخدرات ولا أي حاجة من الحاجات خالص. يعني عملية المال دي هي اللي خلتك فكرت في القصة دي؟ فكرت في حاجات قبلها بس. ايه الحاجات اللي قبلها اللي فكرت فيها يعني؟ يعني كلمت اهلي ان انا ابيع جزء من الارض من ورثي علشان اسد اللي عليا، بس انا ما كنتش معرف. هو كان المبلغ كام؟ 300,000 باين ولا 350؟ كلمت اهلي ان انا ابيع حته من الارض من ورثي علشان خاطر، بس طبعا مش بعرفهم ان انا عليا حاجه، انا بقول لهم ان انا هفتح بقى مشروع بس نيه. كنت بقول لهم باين هفتح محل موبايلات ده وحاجه زي كده؟ محل كمبيوترات. بس النيه ان انا اسد الفلوس اللي عليا ديت وماشي في حياتي مستقيم، وكان دخلي بدا ان هو يكون كويس الحمد لله. كان بيدخلك باين 20,000 باين يا محمد؟ لا شغل كتير بس، لكن قبلها ما كانش المبالغ، كان قليل يعني. بس طبعا اهلي رفضوا ان انا خوفا منهم ان انا اضيع ورثك يعني. بس انا يعني مش بحملهم لهم، انا ما قلتلهمش انا عايزها ايه. قلت لهم عشان ايه ما كانوش يتوقعوا، بس ما عرفتهمش السبب البيع ايه يعني؟ انا قلت لهم ان انا هفتح مشروع بس. من وقت ما كنت ان انا اعمل جريمه نويت ان انا اعملها السبت اللي هو قبل التنفيذ، بس ما فكرت بقى في القصه دي عشان تسدد بيها ديونك يعني. بس يعني انا فكرت في كل حاجه،
بس مع هذا ان هو لو مثلا يعني كنت بدور على وسيله تجيب معها مال ايا ما كانت الوسيله يعني. اللعبه نفسها انا مسحها من قبلها بشهرين، فهمتها وما عدتش عايز اللي هي بتاعت النت دي. ونفسي امشي حياتي مستقل، بس الدين بيزن عليا ليل نهار، مفيش شويه مستحقه للدبه. فبالنسبه لي عايز اخلص منه باي طريقه. قريبك كان ضاغط عليك شويه. عايز اخلص منها. فاللي هو ما لقيتش قدام الا الطريق ده، يعني مش هقول لك سيادتك بعد تفكير كتير، بس هو الشيطان سبب. ما تتكسفش منها يعني. لا، ما انا يعني الحاجه اللي بتعجب لها الناس ان انا خفت من شكل اللي قدام اهلي، ان انا اقول لهم ان انا لقيت كذا كذا وضيعت فلوس. يعني انا خفت من اهلك واجي اعمل حاجه. ده حاجه انا لحد دلوقتي بحاول استوعبها على نفسي. لحد ما حصل اللي حصل ده، وقت ما حصل انا يعني انا خبطت الخطه وانا مغمض. يعني انا حتى مش قادر اتحكم في اعصابي ساعتها، حتى لما بدات انا مش عارف اتحكم في اعصابي. وقت لما خبطتوا الخبطه وانت مغمض يعني كان رد فعله ايه يا محمد؟ جسمه ساب شويه. جسمه ساب منك شويه. شويه في المقاومه. استمريت انت بقى في القصه دي. وبعد كده خلصت وروحت البيت. يعني مش هقول انت يعني انت خلصت عليه يا محمد وتاكدت انه مات. بعد كده بدات تتقطع بقى عشان تتخلص من الجثه يعني. ما كانش في ولا ان انا اعمله، بس انا طب ايه اللي خلاك تقطعه؟ هو انا ساعتها كان جسمي كله بيرتعش وعايز اخرجه من هنا، ما اقدرش ان انا اشيل. يعني على اساس بتاع الدراجه الناريه اللي كانت معاك صعب ان انت تشيله عليها يعني؟ في ناس بره وانا اصلا ما اقدرش اشيله وانا في الحاله دي. وكانت الساعه كام ساعتها بقى؟ كان حوالي الساعه 8. حوالي 8 مساء يعني. أيوة. فانت قلت ان الوسيله ان انا اقطعه عشان اقدر اشيله يعني. أيوة. استغرق منك التقطيع ده قد ايه؟ نص ساعه. نص ساعه تقريبا يعني. قطعته على الثلاث اجزاء اللي هم في الورقه عندي هنا دول. بعد ما خلصت وروحت البيت مش هقول لساتك ان هو بدا بقى الشعور بالندم، لان انا بدات بقى تفوق بعدها يعني. ما كنتش مستوعب اصلا. يعني انا كل يوم ما انتش مستوعب اللي انت عملته. كل يوم لحد دلوقتي بقول انا هروح درس طبيعي. انا لحد دلوقتي بنام في الزنه بتاعتي وبصحى بقول انا هصحى الاقي نفسي فرشته جنب ايد نور. ما انتش مستوعب باللي حصل لحد اللحظه دي. عمرك طبعا لا رحت مراكز ولا نيابات ولا شرطه ولا في القصص دي يا محمد؟ كنت ماشي في حالك طول عمرك يعني. ولا كان بيها اي حاجه. يعني انا لا عمري اتخانقت مع حد. انا افتكر اي خناقه فاتت عادي كانت ثانيه يعني. بس انا عملت جريمه بس بعتبر نفسي مش مجرم، لان من وجهه نظري هي اي مصطلح احنا اللي بنستخدمه التعريف بتاعه. المجرم من وجهه نظري هو المصر على الجريمه. انا عملت حاجه كانت لحظه شيطان تقصد تقول كده يعني. ولما بتخيلها دلوقتي والله جسمي بيوجعني وبحس بهبوط مجرد بس ما بتخيل المنظر ده انا بيجي في بالي. الناس اللي انا قابلتهم اللي اتسجن مره واثنين وثلاثه واربعه واقول له انت ناوي على ايه لما تطلع؟ بتاع المخدرات بيقول لي هقفل الشارع مخدرات، وبتاع السائل بيقول لي ما حدش هيقف قصاد. هم المحامين تشتغل من ايه؟ كلهم ناويين على ده تاني. انا بقيت ابص لهم مستغرب، مش حابين الدنيا، مش حابين الشارع. لا ما محترفين بقى يا محمد بقى، هم محترفين. بس ما افتكرش ان محمد هيحب المكان يعني مهما حصل. اغلبهم محترفين يا محمد اللي انت قعدت معاهم دول، فمش فارقه معاهم. زي ما طلبت من سيادتك بس المره اللي فاتت هو اهلي حاجه ونفسي اشوف الشراكه دي. ومين اهله ومين اللي بيمنع اهله انه يشوفوه يا جماعه؟ لا يجيبوه يشوفوه. لا هاتوا له حضرتك. يا ريت حضرتك ظابط حضرتك. انا اللي معاك في المأمورية. يا ريت حضرتك اذا كان اخوي يشوفه او اي حد من اهله يشوفه لو سمحت يعني. اي حد، والدته، مراته، اي حد بعد اذن حضرتك، بس بعد الجلسه بقى مش الوقت. بعد الجلسه حضرتك اي حد من ذويه يشوفه ويقعد معاه ويشوفه يعني. مراته، ولاده، امه، اخواته، اي حد يعني. ماشي؟ طلب ثاني يا فندم الرئيس. كنت لمست في كلام صدقا او اذكر فيها خيرا فنرجو ان يوقع عليه في المحكمه فتنظر الينا بعين الرأي. حاضر. كما نرجو العفو والسماح ممن يملكون الحق فيه، فإن كان فهي مسافة لهم عند الله بسبب قوله. يعني أنت بتقدم اعتذارك وعزائك لأهل المجني علي تقصد يعني لوالد إيهاب. يعني أنت بتوجه لهم واجب العزاء والمواساة وإن هم يسامحوك يعني
ده اللي انت بتقصده من كلامك، وبتوجه كلامك لأسرة المجني عليه. ماشي يا محمد، هم سامعين اللي انت بتقوله يا محمد. كان العفو والسماح حاضرا فهي وبتطلب منهم العفو والسماح امتثالا بقوله تعالى فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وإن لم يكن حاضرا فلا إلام فيه فهو حقهم ما نزل به في القول. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا محمد، انت اللغة بتاعتك جميلة قوي. انت معاك ايه اصلا؟ كلية ايه؟ دارس قبل كده حاجات في الناحية الشرعية ولا حاجة؟ ولا الأدبية أو كده؟ يعني قسم فيزياء يعني. بس حاجة تانية عايز تقولها يا محمد؟ في حاجة تانية عايز تقولها؟ أي حاجة تقولها أنفذها لك. يا سيدي، بعدك عن الإيمان اللي في قلبك ده اللي هيفتح لك باب للشيطان، وأول ما الباب ده يتفتح بيبقى سبيل إن أنت تبيع للشيطان نفسك، وساعتها بتبقى أداة في إيده زي عرايس الماريونيت بالظبط، يلعب بيها زي ما هو عايز. خلي بالك. سلام عليكم.